النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة على برين بايتس بودكاست. هنتكلم عن فراشة صغيرة اسمها بيستون بيتيلاريا، أو زي ما الناس بتحب تقول فراشة الفلفل. النقط الصغيرة اللي موجودة على جناحها بتبقى شبه حبات الفلفل، لكن القصة مش بس عن شكلها، القصة عن ازاي الطبيعة بتحدد مين يعيش ومين يموت. في انجلترا وفي القرن ال19 قبل ما المصانع تنتشر، الفراشات دي كانت منتشرة جدا. لونها كان فاتح منقط، وده خلاها تقدر تتخفى مع الأشجار اللي بتقعد عليها والأغصان الجذوع، وكمان أماكن اختيارها للراحة، كلها حاجات ساعدتها إن هي تقدر تختفي عن الطيور اللي بتصطادها. البيئة قبل الثورة الصناعية، الغابات وقتها كانت فاتحة، ولون الأشجار كان قريب للون الفراشات، والشمس كانت بتنور الأوراق بطريقة تخلي أي حركة بسيطة صعب على الطيور إن هي تلاحظها. الفراشات وقتها كانت غالبا بتختار نص الغصن السفلي أو الجوانب الشمالية للجذع عشان تقعد عليها، عشان تبقى بعيد عن الانتباه. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده تناغم بين الكائن والبيئة. كل لون، كل نمط على الجناح، كل حركة كان ليه سبب في البقاء. ولو بصينا على الأرقام هنلاقي معظم الفراشات كانت بتقعد في الأماكن اللي تحميها، وده مثال طبيعي على التكيف مع البيئة قبل تدخل العنصر البشري. التغير اللي حصل خلال الثورة الصناعية، المصانع ابتدت بقى تنتشر، والدخان غطى الجو، وهباب الفحم غطى الأشجار وخلى لونها غامق. الفراشات الفاتحة اللي كانت بتقدر تستخبى قبل كده بقت واضحة جدا للطيور، ومعظمها مات. وفي نفس الوقت بعض الفراشات كان عندها لون غامق طبيعي، وده كان بسبب طفرة صغيرة في الجينات. اللون الغامق ده ساعدها ان هي تقدر تتخفى وسط الأشجار السوداء وتقدر تكمل دورة حياتها بشكل طبيعي. واللي حصل هنا ان البيئة حددت مين من الصفات اللي يقدر يفيد الكائن ومين الصفات اللي هتضره، والتغير هنا كان سريع جدا، وفرص البقاء اتوزعت على حسب لون الفراشات. أول تسجيل للتغير ده كان سنة 1848 على يد إلدستون في مانشستر. بعد كده بيرنارد كيتلويل عمل تجارب ميدانية دقيقة جدا، رصد فيها الفراشات الفاتحة والغامقة في غابات ملوثة وغير ملوثة، وراقب حركة الطيور. والنتائج كانت كالآتي: إن الغابات الملوثة الطيور أكلت معظم الفراشات الفاتحة، والفراشات الغامقة نجت. أما في الغابات النظيفة الفراشات الداكنة اتاكلت، والفاتحة هي اللي رجعت تنتشر تاني. وزي ما قلنا قبل كده إن دي مش مجرد أرقام، ده توضيح عملي للانتقاء الطبيعي. البيئة بتختار الصفات اللي تساعد الكائن على النجاة من غير ما يكون في أي تدخل لأي عنصر بشري. اللون الغامق للفراشة ده اتشكل بسبب طفرة في جين اسمه الكورتكس جين أو جين القشرة. الطفرة دي زودت إنتاج صبغة اسمها الميلانين، ودي اللي بتدي اللون الغامق للأجنحة. لو هنتكلم عن الميلانين، فالميلانين ببساطة صبغة طبيعية بتدي للكائن الحي اللون الخاص بيه، سواء في الجلد، في الريش أو الجناح. وفي الحالة دي الفراشة قدرت تختفي على الأشجار الغامقة، والطفرة دي كانت صغيرة جدا لكنها كانت كافية تخلي الكائن يستجيب للبيئة بسرعة أكبر. الفكرة دي بتوضح إن التغير الجيني مش دايما ظاهر للعين، لكنه بيغير فرص البقاء بالكامل، وده اللي سماه العلماء بعد كده الناتشرال سيلكشن أو الانتقاء الطبيعي. التجارب دي تعرضت لنقد كبير جدا بعد كده. بعض الناس قالوا إن الصور مركبة وإن الطيور دي اتدربت على اختيار الفراشات، لكن الدراسات الحديثة أكدت إن دي ظاهرة حقيقية، والتلون الصناعي اللي حصل فعليا نتيجة لتغير البيئة واستجابة الكائنات ليها. فراشة الفلفل مثال حي على علاقة الكائن بالبيئة. اللون والنمط والطفرة الجينية كلها حاجات صغيرة، لكنها بتحدد مين هيستمر ومين مش هيستمر. والطبيعة مش محتاجة تتدخل، الكائنات بتتفاعل مع الظروف اللي حواليها، وكل اختيار بيأثر على فرص البقاء. ودي كانت حلقتنا النهاردة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة على برين بايتس بودكاست، وده مثال بسيط جدا على قوة التكيف والانتقاء الطبيعي في عالم مليان بالتحديات.